أعلنت نقابة المهن التمثيلية تضامنها مع الفنانة وفاء عامر ضد الحملة الموجهة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. أوضحت النقابة أنه تم تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات، انطلاقا من دور النقابة في حماية أعضائها والدفاع عنهم. أكدت النقابة أنها تواصلت معها مساء أمس للإطمئنان عليها ومتابعة الموقف عن قرب، مؤكدة في بيانها أن وفاء عامر فنانة كبيرة نعتز بها، وأنها صاحبة مسيرة فنية مشرفة ومواقف وطنية وإنسانية مشهودة، مشددة على دعمها التام لها في مواجهة أي إساءة أو أي تجاوز. كانت وفاء عامر عبرت عن استيائها بسبب الزج باسمها واتهامها بالضلوع في وفاة لاعب الكرة السابق إبراهيم شيكا والاتجار بالأعضاء والعمل مع شبكات لتجارة الأعضاء. ونشرت وفاء عامر بيانا عبر حسابها على الفيسبوك جاء فيه: أرفض تماما الزج باسمي أو الإساءة لي ولأي شخص من أسرتي في شائعات تمس مكانتي كفنانة وإنسانة، وأؤكد للجميع أنني لن أترك كل من وراء هذه الشائعات والادعاءات الكاذبة.